العلاقة بين النرجسية والانتقام تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك مدى نضوج الشخصية النرجسية والظروف المحيطة، وما إذا كان النرجسي يعاني من اضطراب نرجسي في الشخصية أم لا. إليك بعض النقاط المهمة حول هذا الموضوع. أولا، رد فعل على الإحساس بالإهانة. قد يتجاهل النرجسي الصغير النضج الإهانات أو يتجاهلها، لكن النرجسي الأكبر في السن والأكثر تطورا قد يرد بطرق متنوعة منها الانتقامية. ثانيا، التحكم والسيطرة. يمكن أن يكون الانتقام وسيلة للنرجسي لاستعادة السيطرة والتحكم إذا شعر بفقدانها، ويمكن أن يستخدم الانتقام كوسيلة لتحقيق غاياته الشخصية. ثالثا، تأثير العواطف السلبية. يمكن أن يؤدي احتكام النرجسي إلى عواطف سلبية مثل الغضب والإحباط إلى رغبة في الانتقام. رابعا، التلاعب والإيذاء العاطفي. يمكن للنرجسي استخدام الانتقام كوسيلة للتلاعب والإيذاء العاطفي، خاصة إذا كان يرى أنه تعرض لإهانة أو تحدي. من المهم فهم أن الانتقام غالبا ما يكون سلوكا غير صحي، ويؤدي إلى دوامة من الصراعات والمشاكل العلاقية. يفضل التعامل مع الانتقام بشكل هادئ ومتوازن، والبحث عن حلول بناءة لحل المشكلات وتحسين العلاقات بدلا من الانتقام السلبي. في بعض الحالات قد يكون الاستعانة بالمساعدة الاستشارية أو العلاجية مناسبة لمساعدة الأشخاص النرجسيين على التعامل بشكل صحيح مع الانتقامية والعواطف السلبية الأخرى.